جوز الست مات في حادثة عربية وساب وراه ديون كتير جدا، واضطروا ينتقلوا يعيشوا شقة إيجار مهدمة. جيني ما قدرتش تستحمل اللي حصل وقالت بغضب لو ماما ما كانتش اتجوزت واحد نصاب زي ده ما كلاش وصلنا للحال. بعد فترة الأم أجرت بسطة صغيرة في السوق الشعبي وهي شايلة هم بنتها الرضيعة، كانت بتبيع أكل بسيط علشان تعيش. كيفن الابن العاقل كان كل ما يفضى يروح السوق يساعد أمه كاري ويشيل عنها في رعاية البيت، بس كاري ما كانتش تعافي كويس بعد الولادة وكان وجع ظهرها يخليها تصحى كل ليلة وهي غرقانة عرق برد. كيفن اللي أوضته جنبها كان يسمع أنين أمه بالليل ويحس بالذنب وقلبه بيتقطع. في يوم راح السوق زي عادته وشال أخته ورجعها البيت وفكر أمه تهتم بصحتها، لكن أول ما مشي كاري وقعت على الأرض. اتنقلت المستشفى والدكتور قال لكيفن إن حالتها القلبية خطيرة جدا وأي إجهاد زيادة ممكن يعرض حياتها للخطر. كاري حاولت تبان قوية وقالت له ما يقلقش وإن بعد العلاج هتبقى كويسة. كيفن بص لأمه وهي ضعيفة بالشكل ده وخد قرار مهم في سكات. راح لصاحب الشغل القديم اللي كان بيوصل لبن بدوام جزئي وساب الشغل واخد مبلغ طرف. بعدها على طول دخل محل أعشاب وحكى للدكتور كل أعراض أمه وطلع الفلوس اللي معاه وقال له يستخدم أحسن علاج موجود. وفي نفس الليلة اشترى لحمة بلدي ممتازة وشواها لإخواته الصغيرين وكان شايل مينا